يرى هاني رمزي رئيس لجنة السكاوتينج السابق بالأهلي أن الأهلي يمتلك قدرات هجومية كبيرة ويهاجم بكثافة، لكن تظهر مشاكل كبيرة جدا في التنظيم الدفاعي عند التحول من الحالة الهجومية للدفاعية. أكد رمزي أن المنظومة الدفاعية للنادي الأهلي تحتاج إلى إعادة ترتيب من الناحية التكتيكية وإصلاح فني وتكتيكي واضح وسريع. يشير رمزي إلى أن أخطر موقف دفاعي هو عندما يمتلك الفريق الكرة ويفقدها، ومن الضروري وجود مساندة سريعة من لاعبي الوسط لتأمين المرتدات. هناك عشوائية في التنظيم الدفاعي داخل الفريق، مما يجعل الأهلي عرضة لتلقي الهجمات الخطيرة رغم سيطرته على مجريات المباريات. انخفاض معدل اللياقة البدنية لدى لاعبي الأهلي في الشوط الثاني لا يرتبط بعامل السن، بل بسبب تراجع المعدلات البدنية كمنظومة جماعية داخل الفريق. يرى هاني رمزي أن الأهلي كان يحتاج لجناح أيمن يلعب بالقدم اليسرى وقادرا على المراوغة والدخول للعمق والتسديد على المرمى، مثل أخوان ألفينا لاعب الزمالك لتعويض بيرسي تاو الراحل. أكد رمزي أن زيزو مميز، لكنه يميل دائما للعب على الأطراف وعمل كرات عرضية، وأن الأهلي يفتقد للجناح الذي يراوغ ويدخل للعمق ويسدد على المرمى، ووجود تنوع في الأجنحة أمر هام جدا. يرى بشير التابعي لاعب الزمالك السابق أن مستوى الأهلي بعيد جدا عن المستوى المعروف رغم تحقيق الفوز، وأن المدرب الجديد مطالب بسرعة حل المشاكل الدفاعية قبل فوات الأوان. أكد بشير التابعي أنه لا يمكن الحكم على المدرب من الآن، فهو ما زال يضع يده على السلبيات. ويشير التابعي إلى أن زيزو يقدم مستوى مميزا مع الأهلي، وهو الأفضل حتى الآن، وأرقامه تؤكد ذلك. شارك في 6 مباريات وساهم في 7 أهداف، وكان يستحق جائزة رجل المباراة أمام الاتحاد السكندري. أكد بشير التابعي أن ياسر إبراهيم لاعب جيد وكبير، لكنه يكون متوترا بشكل غريب كل مباراة، ومن الأفضل أن يتخلص من هذه الظاهرة التي تؤثر على أدائه في الملعب. استأنف الأهلي تدريباته دون راحة استعدادا لمباراة أيجل نوار، واكتفى القوام الأساسي الذي شارك أمام الاتحاد السكندري بالتدريبات التأهيلية لتجنب الإجهاد. يشارك كريم فؤاد بكل قوة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، ويحاول استعادة لياقته ليكون متاحا في المباريات القادمة. اطمأن طبيب الأهلي على سلامة جراديشار ومنحه الضوء الأخضر للعودة للتدريبات الجماعية غدا. بدأ يسترب في تجربة بيكم ومصطفى العش بجوار ياسر إبراهيم وبجوار ياسين مرعي ابتداء من الغد لإيجاد ثنائية دفاعية أكثر تفاهما. وعد نادي إيجل نوار جماهيره ببذل كل ما في وسعه أمام الأهلي على أمل تحقيق المفاجأة، وطالب المدير الفني لاعبيه بالخوف وخوض المباراة للمتعة لرفع الضغوط. قام ياث ثورب بتعنيف رباعي الفريق بن شرقي وكوكا وياسر إبراهيم وياسين مرعي في المحاضرة الفنية، وحملهم مسؤولية الهدف الذي سكن شباك الفريق أمام الاتحاد السكندري بسبب الخطأ المركب منهم جميعا. يحاول وليد صلاح الدين الحديث المستمر مع محمد علي بن رمضان ومنحه بعض النصائح للظهور بشكل أفضل وعدم التأثر بالانتقادات الجماهيرية. يدرس ياس ثورب جدياً الاعتماد بشكل أساسي على محمد شكري ابتداءً من مباراة إيجل نوار بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر. نفى مصدر برابطة الأندية وجود نية لإيقاف ياسر إبراهيم بعد واقعة مصطفى الشهدي، مشيراً إلى أن لفت النظر صدر سابقاً للعب، وأنه لو حدث تجاوز ضده لكان الحكم قد طرده. أكد مصدر بلجنة الحكام باتحاد الكرة وجود حالة تعجب شديدة من شكوى الاتحاد السكندري ضد الحكم مصطفى الشهدي، وأن الشكوى لو جاءت من الأهلي كانت ستكون أكثر منطقية. أكد مصدر لجنة الحكام أن طرد كريم الديب لاعب الاتحاد كان مستحقا تماما بسبب تدخله العنيف في الشوط الأول الذي كان يستوجب طردا مباشرا، وحصوله على الإنذار الثاني كان بسبب الاعتراض غير اللائق. يحاول إمام عاشور تحفيز نفسه قبل التحاليل التي سيخضع لها غدا، والتي يأمل أن تكون الأخيرة، بتغيير صورة حسابه على إنستغرام ووضع صورة مكتوب عليها الأيام الصعبة تصنع إنسانا قويا. يقوم الشناوي وبن شرقي وزيزو وتريزيجي بدعم إمام عاشور نفسيا ويتمنون أن يعود قريبا للملاعب. نفى الأهلي كل ما يثار عن تواصل ياسين منصور مع ممثلي وسام أبو علي لبحث إمكانية عودته للفريق مجددا.
يواصل أسامة هلال رئيس لجنة سكاوتينج بالأهلي التنقيب عن مهاجمين أفارقة وفلسطينيين مميزين في الدوريات الأوروبية المتوسطة وشمال إفريقيا على أمل إيجاد مهاجم فلتة بتكلفة لا تتخطى 4 ملايين دولار. يتحفظ الأهلي على فكرة عودة حمدي فتحي للفريق مجددا بعد طرح الفكرة من بعض المقربين منه مؤخرا. تهاجم جماهير الكرة المصرية شريف حازم مدافع الأهلي السابق بسبب تصريحاته ورفضه مقارنة لاعب مثل خوان ألفينا بزيزو. تعاقد حسام عبد المجيد مع شركة تسويق أوروبية كبرى لإحضار عروض له في يناير لرغبته في الرحيل عن نادي الزمالك. طالب أشرف قاسم نجم الزمالك السابق مجلس إدارة النادي ببيع حسام عبد المجيد في يناير فورا وعدم التأخر لتجنب انضمامه مجانا للأهلي مثل زيزو. قرر اتحاد الكرة إيقاف رئيس قطاع الناشئين في بيراميدز 8 مباريات وتغريمه 10,000 جنيه لتسببه في إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز 2007 واعتبار بيراميدز مهزوما بثنائية نظيفة. تسيطر حالة حزن شديدة على ناصر منسي في الزمالك بسبب ما يثار عن اقتراب رحيله عن النادي. أعلن مبابي دعمه الشديد لأشرف حكيمي للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لهذا العام. أكدت الصحافة الإنجليزية أن ليفربول لا يخطط للتخلي عن محمد صلاح في الميركاتو الشتوي أو الصيفي، وأن القرار النهائي سيكون بيد اللاعب نفسه رغم تراجع مستواه هذا الموسم. يرى ياسر ريان نجم الأهلي السابق أن تقييم ياس ثورب بعد مباراتي إيجل نوار والاتحاد السكندري ليس منطقيا على الإطلاق لأن المدرب ما زال يحفظ أسماء اللاعبين. أشار ياسر ريان إلى أن المدرب الدنماركي لا يمتلك عصا سحرية لحل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الأهلي منذ مدة في وقت قصير. دعا ياسر ريان إلى عدم التسرع في الحكم على المدرب وتركه يعمل في صمت ومحاسبته بعد ذلك، مشيرا إلى أن ياس ثورب عكس المدرب السابق الذي كان هادئا بشكل مبالغ فيه وكان من الصعب أن ينجح مع فريق مليء بالنجوم مثل الأهلي.